وهنا عندي البانية ربع كيلو، ربع كيلو لحم غنم ضلع ويا الشحم أولية، هو لازم يكون بيه عظام وشحم، اللي اللحم اللي يدخله ويا البامية، وصلصة الطماطة وفلفل أخضر واحد، و4 حبة ثوم، وراس بصل وسط. هاي اللي تحضير إلى مرقة البانية العراقية. وهنا عندي نص كيلو تمن منقوع يكفي على 4 نفرات أو 5 حسب الشخص ايش قد ياكل. ضفت المي ملعقة مال أكل ملح، المي مقدار زيادة عن النص كيلو بكوب واحد كلش كافي. التمن عندنا منقوع مدة 10 دقائق، ما يحتاج مي أكثر. بعد ما نشف عندي المي بهيجي شكل، أنا ضفت كم قطعة هيل، أحب ناكل إحنا جميعا بالهيل بالتمن. راح أهدره على نار ناصية كلش. هنا أحمس البصل، شوحه شوية يصير لونه ذهبي. بعدين راح أضيف اللحم اللي مسكته أنا قبل شوية. راح أضيف الثوم بشرائح، أحمس شوية خمسة بسيطة حتى ياخذون النكهات والطعم. لما تطلع ريحة الثوم أنا راح أضيف الفلفل الأخضر. الفلفل الأخضر أنا أستخدم على طريقتي هاي على مود يطلع الزفرة اللي باللحم أو العظم. أنا عائلتي ما يحبون اللحوم بالمرق وهواي هيجي وريحة الشحم واللي كل من وذوقه. ضفت البامية طبعا هي هسه مو موسمها، احنا موسم شتاء. انا معلبتها قبل فترة، اللي كان الصيف كانت موجودة بكثرة، اعلبها بعلب. وطريقتي هي اول ما يفور المي اخلي بيها البامية، بس يتغير لون البامية اطلعها واعلبها بعلب، ما اخليها. اكو كيس حافظاتك وكيس جاهز للتفريز، انا استخدم الحافظات افضل على مود تبقى تحافظ على شكلها اثناء التفريز، ولونها يبقى حلو كلش حلو، لون اخضر. وعبالك استوها قاطعيها وسويها. وهنا لما اشوف ان البامية والمواد كلها قاعدة تذب السوائل مالتها كلش كافي، راح اضيف صلصة الطماطة. والطماطة حسب الرغبة، يعني هم أحبها ثخينة، يحبوها ثخينة عائلتي، فأخلي نص كيلو طماطة أمرده أو أعصره بالعصارة. اليدو أفضل من العصارة أو الخلاط، يصير الطعم مختلف. ما أعرف شنو السر بالموضوع. المهم اللي مستعجل اللي على السريع يقدر يسويه بالعصارة أو بالخلاط. صارت نص كيلو طماطة على ربع كيلو بامية وربع كيلو لحم بعظم، زائد قطعة صغيرة ملية، و4 حبة ثوم، وراس بصل وسط مثروم ناعم، زائد فلفلة خضراء. وهسه راح أضيف المعجون. وهنا ضفنا المعجون 3 إلى 4 ملاعق حسب كمية اللي مالت البيت أو العائلة، أو حسب الرغبة. أكو ناس يحبوها خفيفة، أكو ناس يحبوها ثخينة، واللي يحبها ثخينة يخلي 4 ملاعق، اللي يحبها خفيفة يخلي 3 ملاعق، ويقلل من الطماطة اللي معصورة. والبامية العراقية لازم بيها طماطة معصورة. بعد الفيديو لما يكمل إن شاء الله أقدمها لكم، إن شاء الله تنال إعجابكم. أرجو الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس، وصلوا على محمد وآل محمد، تفتح لنا الأبواب إن شاء الله، والرزق والتوفيق للجميع.
وهنا لما أشوف أن المرقة قامت تغلي راح أقلل الغاز وأهدره كأنما جاي أهدر التمن. وصلوا على محمد وآل محمد. ولما يكمل الفيديو راح أطلع لكم إياه أجمل. وهاي النتيجة الأخيرة، أرجو أن تسووها وتنال إعجابكم. وصلوا على محمد وآل محمد في ختام الفيديو.